السلام عليكم. بمناسبة بقى نتيجة أولى إعدادي اللي محزنة الناس، إحنا كمدرسين بنعاني إيه مع العيال؟ المشكلة ساعات ما بتبقاش في المادة العلمية، المشكلة ساعات بتبقى في الطفل نتيجة إن هو مش متأسس كويس، والله زي ما بقول لكم الأمهات على فكرة اللي هتسمعني هتبقى عارفة الكلام ده. ابنك وابني مش متأسسين كويس في العربي، حافظ شفهي المواد اللي هي زي العلوم والدراسات، حافظها كويس جدا تمام. بيجي بقى عشان يطبق الكلام ده في امتحان التحريري ما بيلاقيش تطبيق، مش بيعرف يكتب حروف، مش بيعرف يتملى كلمات، آم، مش بيعرف يستهجى كويس، مش بيعرف يعبر بالكتابة في كتابة الامتحان. بيجي المعلم أو المصحح ما يلاقيش طبعا كاتب الإجابة صح، سمك تمر هندي زي ما بيقولوا كده. دي مشكلة ولادنا. طبعا نتيجة الأولى إعدادي كلها نتيجة غير مرضية، مواد كتيرة شايلينها نتيجة طبعا تأسيس اللغة العربية. ولما بيجي يتكلم معانا بيجاوب كويس جدا شفوي، اكتب يا حبيبي اللي انت قلته، لا أفقه شيء. دي طبعا أنا بلفت نظر كل أم، أنا أم زيكم. ولادنا لازم تتأسس الأول في اللغة العربي، الحروف، الإملا، اتكوا على الحتت دي. وبعدين انا عايزاكم تعلموا ولادكم لاجل التعليم مش الشهاده، علميها او علميه عشان بس يعرف، فكره يكون مثقف، يعرف الاساسيات العلم. لكن فكره ان انا اخد شهاده واعلقها على الحيطه واكون لا افقه شيء واحول مهني ومليش لازمه وادي دروس بالشيء الفلاني واحنا في الغلا والناس مضغوطه نفسيا، لا. اللي عندها ولد وحاسه ان هي مش هيقدر يكمل في التعليم العادي بتاعنا، بلاش فكرة الدروس والمدارس والضغط النفسي بتاع العيل، وان انا امسك العيل انت بتعرفش تعمل حاجة. انا عايزاكم تحترموا ان كل عيل ليه قدرات، والكلام اللي بقوله ده الناس هتفهموا كلامي. انا اقصد ان ما تقلليش من قدرة ابنك، انت عارفة ان هو ضعيف في حاجة معينة، قويه، وديه تأسيس. مش عيب لما يبقى كبير وتوديه تأسيس عربي، مش عيب. انا عايزه حالا، كل هدفي من اللي انا بتكلم فيه اسسوا ولادكم الاول قبل ما تبصي ده جاب زي فلان ودرجه علان وما نجحش وسقط وعدى وعمل. الصنعه ساعات لما بتعلميها جنب الشغل بيكون حاجه كويسه للصبح.